الراحه ما بتجيبش غير ندم. تاني كده، الراحه ما بتجيبش غير ندم. بمعنى سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. يعني ايه عايز يقول لنا ايه؟ وانت قاعد كده السماء مش هتمطر عليك ذهب وفضه. خد بالاسباب وسيبها لمسبب الاسباب، بس اسعى واجتهد. وانت في الجيم او حد بيروح الجيم، ركز كده معايا، تبقى انت رايح كده يا عيني، او انا او اي حد يعني لسه في اول مره بيرفع البار كده او بيرفع بالدمبلز ال5 كيلو وبيهنج، وبعدين يعدي عليه ايه بالنسبه للرجاله يعني ولد كده فورمه ونبقى حاقدين عليه، الناس اللي نفوسها مش صافيه يعني. يا باشا هو انت تعبت زيه؟ كم مره ده جه الجيم وروح مرهق وعضلاته مش عارف ايه وتعبان، بس كل مره كان بيتعب فيها هو عايز ياخد منها، كل مره كان بيسعى فيها ويجتهد ويتعب ويدي لها من وقته وطاقته ومجهوده كان عايز يحصد بعدين. الخلاصه ما تبقاش قاعد في حياتك اي ضربه بتوقعك واي هزيمه بتكسرك ومستني الشغف اللي يحركك، مع ان اللي بجد المسؤوليه اللي بتحركنا، اي حد ناجح، اي حد في حته مميزه، اي حد عايز ربنا يكرمه، المسؤوليه اللي بتحركه مش الشغف. ما تبقاش عامل كده ومستني عوض ربنا كبير. انت ممكن لما تتعب تقول ايه؟ تقول يا رب اشفيني، ماشي، بس في دواء لازم تاخده، خد الدواء، خد بالاسباب وقول يا رب اشفيني. المهم لازم تعمل اللي عليك، المهم لازم تحاول. سيدنا موسى لما كان فرعون وراه، وقلت قبل كده كلام كتير بس مهم وفوق بقى، فرعون وراه هو الجنود والبحر قدامه، قال له ايه؟ ربنا امره انه يضرب بعصاه البحر، فالبحر اتفلق فعدى. طب ما ربنا كان قادر يفلق له البحر، قال له ايه؟ خد بالاسباب، اعمل، اسعى. لازم انت تتحرك من جواك، لازم انت تسعى عشان اعوضك. ما انا مش هعوضك وانت قاعد في مكانك، مش هعوضك وانت دايما متشائم، مش هعوضك وانت دايما مش شايف الحياه اي حاجه حلوه، مش هعوضك وانت ظنك فيا مش حلو. اسعى. سيدتي ستنا مريم وهي بتلد كان تحت نخله، وهزي اليك بجذع النخل. خدي بالاسباب. هل سيده ضعيفه بتلد قوتها هتهز جذع النخله فالرطب بتسقط؟ لا، ولكن الهدف خد بالاسباب، اعمل دورك، اعمل على قدك وانا هعطيك على قدري. اعمل على قدرك او على قدك وانا هعطيك على قدري. الفهم ده والكونسيبت ده لازم يكون في حياتكم، لازم تكون انت فاهمه. وبحاجه كمان عايز اختم بيها، ما تجلدش ذاتك كتير. ما تجلدش ذاتك كتير، يعني ليس احب للشيطان من حزن المؤمن. الشيطان دوره هو عدوك الحقيقي بعد نفسك، لان عدوك الاول هو نفسك. دوره انه يخليك دايما حزين، دايما متوقع الاسوأ، دايما مش حاسس بنعم كتير في حياتك، دايما مش عايز تعمل اللي عليك، دايما مش عايز تجتهد شويه واذاكر كتير عشان ربنا يكرمني بمجموع كويس، مش عايز اعمل شغل كتير ولا اكون بتدرب واتعلم حاجات كتيره علشان لما اكون في مكانه او بشتغل اخد راتب كويس ومكانه اجتماعيه كويس. لا، الشيطان عايز يكسر مقاديفك، فدايما ممكن ياخدك لشويه حاجات كتير انت مثلا تصدقهم، انا مش شاطر، انا مش كويس، انا لا يا باشا، انت ما حاولتش بجد، انت ما حاولتيش بجد، انت وانت ما جبتوش اخركم بجد. ساعات انت وانت في مواقف كتير بتتحط فيها فتتصرف فتقول الحمد لله ربنا عني، انا ازاي خلصت الحوار ده، او ازاي ربنا عني وعملت التاسك او الميشن او المهمه او دي، انا ازاي استحملت الموضوع ده وربنا نجاني منه. الفكره كلها انت ما تقوليش انا عارف نفسي وعارفه نفسك، لا يا حبيبي، انت وانت مش انت بكره زي امبارح، وبكره مش زي النهارده، لا في شخصيتك ولا في قدراتك ولا في امكانياتك ولا في رزقك. انت ليه واخد فكره عن نفسك محدوده ومضيق واسع ربنا موسع عليك؟ انت ليه فاكر رزقك حاجه معينه او كذا او كذا او كذا او كذا بس؟ هو انت عارف الغيبيات؟ هو انت عارف ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك ايه او كاتب لك ايه؟ ما تعرفش، فاذا ما تحكمش. ما تعرفش اذا ما تحكمش. الحته كمان الثانيه في جلد الذات، ساعات الشيطان لما انت مثلا تعمل حاجه وما تجتهدش قوي فما تنفعش معاك، حاولت تذاكر ونسيت، جبت درجه كويسه مش حلوه في الامتحان، الناس الكبيره اللي بتتفرج عليها مش بس في الثانويه، اللهم صل على محمد، حاولت تعمل بيزنس وفشل، قصرت في حاجه، بس بقى انت الوحيد اللي مش نافع وانت الوحيد اللي فاشل، او عملت ذنب ضميرك قوي بيلومك عليه، فانا اصلا شايف نفسي وحش وما استاهلش الكرم والعوض. مين برضه اللي قال لك كده؟ انت هتحكم؟ انت عينت نفسك اله والعياذ بالله؟ ربنا موجود، ربنا اللي يحكم، ربنا سبحانه وتعالى بيديك عمر ويديك يوم، يبقى بيديك فرصه في ايه؟ في اجتهاد جديد، في فرح جديد، في سعاده جديده، في نجاح جديد، فرصه لو كانت الموضوع بتاثير في الصلاه ولا معاصي ولا حاجه لايمه قبل قلبك قوي، في توبه جديده. ربنا سبحانه وتعالى مديك عمر ويوم ولحظه وساعه انت عايش فيها دلوقتي، الحكمه يعلمها، اذا ليك لازمه. وكل شيء خلقناه بقدر، انت مش جاي كده وخلاص، افحسبتم انما خلقناكم عبثا. فانت وانت دوركم في الحياه ما تشوفوش من عين نفسك وعين شيطانك، ومحدش هيوريك يعني قيمتك وامكانياتك ويشدك ويساعدك ويقويك غيرك. فمن الاخر يا دي انت وهي، من الاخر بقى بكلم اخواتي الصغيرين، من الاخر، اكتر حد هيشدك في ضعفك انت، واكتر حد هيكسرك انت ونظرتك لنفسك وافكارك ونظرتك للحياه وشيطانك. فانت اختار،
لان محدش ملام في الدنيا والاخره غيرك، وعدوك الثاني هو انت. اكبر عدو يعني في حياتك قبل الشيطان نفسه، قبل الشيطان نفسه هو نفسك. ازاي يا جيو؟ الشيطان لما استعيذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص، ان كيد الشيطان كان ضعيفا، ربنا قال لك كده في القران الكريم اهو، افهم معايا الله يبارك لك. ولكن نفسك بقى، دماغك بقى، لما انت تكون انت وهي دايما مبرمجها على عدم التفاؤل، على مش عارف ايه اللي هيحصل، على مش عارف، بقول لك انت وهي خلاصه، سمي الله صلى على رسول الله. من تجربتي في السنين اللي فاتت بتقول رقم واحد، ناس كتير اقسم بالله بحلف لك انت وهي بداوا في شهر 11 و12 وبعد كده كمان لظروف صحيه او مرضيه او كانوا مسافرين، وبقول الكلام ده بفكرك بيه كل مره، حطوا حلقه في ودانك ما تزهقش وبداوا كل المناهج ولموا الدنيا وقفلوا مواد وجابوا كليه كويسه. عايز حاجه اكتر من كده؟ رقم اتنين، انت هتفضل تغلط لحد ما تخش المراجعات النهائيه وتغلط شويه ببعض الحاجات، وليله الامتحان تيجي تفرم لك الدنيا وربنا يوفقك في الامتحان. ليه؟ برضو من اوائل الجمهوريه، من تجربتهم السنين اللي فاتت، شوفوا الكلام ده معايا على السوشيال ميديا في لقاءاتي معاهم، كانوا بيغلطوا عادي، ما الدنيا ما بتخلص، كل مره بتغلط فيها اعرف انك غلطت في ايه، فتزود حصيله معلوماتك. شكرا. رقم ثلاثة، الناس اللي بتقول انا براكم كتير او انا مثلا ذاكرت وحاسس ان انا نسيت، ما طبيعي جدا تذاكر وتحس انك ناس شويه، ولكن في عند حضرتك في المراجعات النهائيه، انا هتكلم عن نفسي، انا مثلا هجيب لك الاحياء والجيولوجيا كلها تاني، شرح ولا حل، شرح وفرق وحل وخرائط ذهنيه، ده انا همرجعكم، هنعصر المنهج زي ما عملت قبل كده بفضل ربنا، وهتكون كل حاجه فاكرها كويس. بس السؤال هنا، وانت جاوبنا عليه وانت جاوبنا عليه، مين اللي يفتكر اسرع؟ حد كان خالص شايف الدنيا سودة وما كانش بيذاكر عشان بينسى ومقفول اصلا من المذاكره وبيحاولش، ولا حد كان ذاكر وحاسه ان ناسي، بس لما جينا راجعنا وجا ذاكر مع نفسه وشاف حاجه كاتبها وشاف تلخيص وافتكر طريقه للجيو وهو بيلخص له حاجه، يفتكر اسرع؟ انت جاوب انت وهي، مفيش مجهود بيضيع. ملخص القصه، عدوك الحقيقي هو نفسك، هو دماغك، هو الوهم اللي كل يوم بيكبر في دماغك، ومعظم الحاجات اللي انت بتفكر فيها ما بتحصلش. حتى انت تبقى راسم حاجه مثلا هتعملها كويسه وحلوه، وفجاه ما بتحصلش بنفس التفاصيل، بتحصل حاجات احلى وربنا بيكرمك اكبر باي حاجه بقى في حياتك الشخصيه، مش قصتنا، بس فكر وفكري كده، بس مش بنفس التفاصيل اللي في دماغك. انت بتقعد تحلم بحاجات سواء غلط ممكن تحصل لي او حاجات عايز اعملها بالظبط، ولا ده بيحصل وده بيحصل. ما تعيش في المستقبل كتير، هقفل الفيديو واقول لك اهلا بيك النهارده، عيش معانا النهارده. في ناس يا جماعه زنقه نفسها وسجن نفسها في الماضي، موقف حصل له في الماضي سواء شخصي او عائلي او اجتماعي او اي حاجه مأثر عليه وكسر نفسه ومأثر عليه في حياته وفي روحه وفي اللي جاي. وناس كتير عامله العكس، عايشه في المستقبل، بكره اللي هيحصل لي بكره، اللي مستقبلي بعدين، طب عايز ادرس اجيب مجموع، طب اخش جامعه، طب خلصت، طب عايز اتجوز، طب اتجوزت عايز اعمل فلوس، او العكس، طب عملت فلوس عايز اعمل مستقبل عيالي. عايشين في بكره، ده غلط وده غلط. النهارده فين؟ النهارده بتاعك فين؟ لما انت هتعيش في الماضي هتضيع منك اللي جاي كله، ولما تعيش في المستقبل هتضيع منك لذة النهارده وفرحة النهارده واحداث النهارده اللي منها حلو ووحش وفرحنا وزعلنا ويخلينا نتنطط ومفاجاتنا. متعة النهارده اللي مش هتعرف تعوضه اصلا بكره هو النهارده. فبالله عليك انت وهي ما تفكرش في حاجه خالص، اعرف عدوك نفسك وشيطانك وعيش معانا النهارده.